وفي التقرير التالي أكد رئيس الهيئة الوطنية للمساندة الشعبية الدكتور زيد حجر بأن الهيئة قررت تمديد حملة التبرع بالدم التي أطلقتها قبل أسبوع إلى السبت القادم نظرا للتفاعل الشعبي والتوافد الجماهيري، متزايدا دعما ومساندة لإخوانهم أبناء القوات المسلحة والأمن بصعدة. وفاء للدور البطولي الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والأمن البواسل في ميادين الشرف والتضحية والبطولة، الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية فداء لهذا الوطن لاستئصال فتنة التمرد في صعدة. جئت تلبية للدعوة للمساندة الشعبية للمساهمة بقدر الإمكان في التبرع بالدم والمساندة الشعبية لإخراج الوطن من هذه المحنة، وأسأل الله أن يتقبل منا الأجر. وهذه مساهمة يجب أن يقوم بها أي مواطن في قلبه ذرة من الإيمان بحب الوطن وحب المساعدة والتعاون. تبرعنا بالدم للمصابين والجرحى من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب التمرد في صعدة. هو واجب وطني على كل يعني يمني، ونلاحظ هنا الجموع المواطنين الذين يتزاحمون على هذا المكان، كل يريد أن يتبرع بدمه باعتبار أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه المواطن في الإسلام في هذه المعركة التي هي ضد أولئك الأفراد الحثالة العصابة المتمردة التي تسعى في الأرض فساد، والتي تريد أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء. تواصل الهيئة الوطنية للمساندة الشعبية لليوم الثامن في خيمة التبرع بالدم بحديقة السبعين بصنعاء استقبال جموع المتبرعين بالدم من أمانة العاصمة ومديريات محافظة صنعاء وجميع المحافظات في إطار الاصطفاف الوطني لأبناء شعبنا اليمني الذي دعا إليه فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية من أجل إخماد هذه الفتنة الرامية بعودة الوطن إلى عهود الظلام. في الحقيقة أقل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وأخواننا في القوات المسلحة والأمن الرجال البواسل الذي يحققون الأهداف المناسبة والرمي المثبت لعناصر الحوثية المتمردة في محافظة صنعاء. أقل ما نقدمه هو الدم، وهذه رسالة قوية من أبناء محافظة صنعاء، ونحن ندعو أبناء المحافظة في التبرع بالدم. اليوم حضرنا إلى الخيمة التبرع بالدم لإداء واجب الوطني الذي يحتم علينا أن نقدمه لأخواننا أبطال القوات المسلحة والأمن الذين يصدون شرذمة التخريب. وصلنا اليوم للتبرع بالدم لأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في محافظة صعدة وحرب سفيان المتصدين للفئة الضالة الخارجة عن النظام والقانون والدستور. ونحن على ثقة بأن أبطال قوات المسلحة سيقوموا بتصفية تلك الفئة الضالة وتلقي لهم الدرس الذي لن ينسوه مدى التاريخ. أنا قدمت من محافظة ريمة مديرية السلفية عزلة الأسلاف أتبرع بالدم، ومستعدين ندي أرواحنا ودماءنا وبما نعسون نملك. اتحاد شباب اليمن فرع شبوه أتينا لهنا من أجل نتبرع بالدم لأخواننا أبناء الجيش والقوات المسلحة والأمن في المرابطين في صعدة، واليوم نقدم الدم وغدا نقدم أرواحنا، وأن هذا يجب محاربته لأنه خارج عن الدين وعن الملة وعن المذهب وعن العقيدة. جينا نتبرع بالدم للقوات المسلحة. حضرنا هنا للتبرع بالدم، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه المواطن اليمني، دعم للقوات المسلحة والأمن المرابطين في صعدة لدحر هذه الفتنة الخبيثة والتي تمتد جذورها إلى ما قبل الثورة، وإن شاء الله سيتم النصر على يد قواتنا المسلحة بإذن الله.